كتخيل باللي ماتش ديال الكرة يقدر يتحول لفيلم اكشن وسرقة وفوضى ما ليها حد. هادشي هو اللي يوقع بالضبط في قلب مدينة مراكش، والمستور بدات كتفضح خيوطه واحد بواحد لدرجة ما يمكنش للعقل يتصورها. قبل ما نغوصوا في هاد الفضايح اللي هزات السوشيال ميديا وخلات العالم كيشوف شي مشاهد غريبة، حنا دابا قراب بزاف باش نضربوا 20,000 مشترك بفضل الدعم ديالكم والحب ديالكم لهاد القناة. فما تبخلوش علينا بالاشتراك باش نكبروا هاد العائلة ونوصلوا لهاد الرقم في السيمانة الجاية إن شاء الله. القصة بدات في الماتش اللي جمع بين الجزائر والنيجيريا. هاد الماتش كان هو الوحيد في كاس إفريقيا اللي عرف واحد الفوضى هستيرية، والسبب ببساطة هو أن الجرارة مرضوش بالخسارة وبغاو يغطيو على الفشل التقني بأي طريقة. ولكن الحقيقة المرة هي أن المنتخب ديالهم لعب ضد والو. أول مرة كنشوفوا منتخب كيجري ورا السراب، لا دفاع لا وسط ميدان ولا هجوم. حتى اللعابة الكبار اللي كيتسناوهم بحال محرز كانوا غايبين تماما، وما شفنا حتى شي تسديدة وحدة اللي تهدد الحارس النيجيري. الغريب في الأمر هو أنهم بقاو لاصقين في شماعة التحكيم وقضية الفار، رغم أن لقطة لمسة اليد اللي صدعوا بها الدنيا القانون فيها واضح وضوح الشمس. الكرة ضربات في الفخذ ديال اللاعب النيجيري، عاد مشات لليد، يعني الحركة غير متعمدة وما كايناش ضربة جزاء. والواقع كيقول باللي نيجيريا كون زادت غير شوية في السرعة كانت غتعطيهم 5-0 وترجعهم في حالهم، والزهر هو اللي وقف معاهم باش ما تكونش النتيجة ثقيلة. لكن الصدمة الكبيرة اللي صدمات الجمهور المغربي والعالمي كانت خارج التيران. الكاميرات هاد المرة ما شداتش تسلل أو خطأ رياضي، بل شدات عملية سرقة موثقة ومخجلة. واحد من المشجعين استغل العالم ديال بلادو اللي من المفروض يكون مقدس عنده، وبدا كيغطي به يده باش يسرق تليفون من جيب واحد من رجال الأمن اللي كانوا كيديروا هدمتهم. لقطة البيك بوكيت هادي كنشوفوها في المترو ديال باريس ولا روما، ولكن باش نشوفوها في تيران ديال كورة وباستعمال راية البلاد فهذه هي قمة الفضيحة. ومن السرقة دزنا لمستوى آخر ديال الانحطاط. واحد خونا طلع فيديو قدام محطة التران في مراكش وبدا كيسرب كلام نابي وكيسب المغاربة وكيشتم في أعراض الناس، والسبب تافه بزاف، هو أن المراكشيين 7 رجال وما دسروهمش وما بغاو يركبوهم في الطاكسيات فابور ولا يوكلوهم فابور. المراكشي ذكي كيعرف البراني واش جاي سياحة ولا جاي يتسرعط، وملي لقاوه جاي باغي الفوضى عاملوه بالقانون وبالرزانة، وهذا الشيء اللي حرق ليه راسو وبدا كيهدد ويسب من بعد ما لقى راسو وسط ناس كيشجعوا نيجيريا بكل روح رياضية. هاد الحقد وهاد النقص وصل حتى لغرفة تغيير الملابس، فاش مشاو اللعابة والوفد الجزائري كامل كيتهرجموا على الحكام وبغاو يضربوهم، وزيد عليها الصداع اللي نوضوه مع لعابة نيجيريا. ولولا تدخل الأمن المغربي اللي دار خدمة نقية وحبس التدافع عند القناطر ديال المدرجات كانت غتوقع كارثة. وزيادة على هذا الشيء وقعت أغرب فضيحة في تاريخ المنطقة المختلطة للصحافة. تخيلوا معايا صحفيين مدابزين وكيخطفوا في الكرتون ديال داناب وحليب دانون اللي حطاتو الشركة المستشهرة فابور. الصحفيين المغاربة والأجانب بقاو كيشوفوا مصدومين من هذا الجوع، وملي بداو كيصوروا هذا المشهد واحد صحفي جزائري ناض كيسب وضرب زميله ليه مغربي برجليه وهرب في حال الشفار. هاد الفضايح كاملة خلاتنا نشوفوا وجوه حقيقية، وخلاتنا نفهموا باللي هاد الناس ما جاوش يلعبوا كورة، بل جاو يفرغوا عقد نفسية. وحتى القنوات الرياضية الكبيرة ما سلماتش من هاد السموم، فاش شفنا الضغط اللي كيمارسوه على معلقين مغاربة كبار بحال جواد بادة غير حيت قال كلمة حق أو ذكر سمية إيكامبي اللي ولات كدير ليهم الكوابيس. هاد الناس باغيين يفرضوا الرقابة حتى على التاريخ الرياضي اللي ما كيعجبهمش. هاد البطولة كانت فعلا ناجحة في تعرية المستور وفضح كل من كيحاول يمس بكرامة بلادنا أو يزرع الفتنة. نتمنى تكون هاد القصة وضحات لكم شنو وقع فعلا بعيد على الكذوب والبروباغندا. شكرا حيت بقيتوا معايا حتى لهاد اللحظة، وعلما باللي كاين تفاصيل كتر وقصص أخرى غتصدمكم غتلقاوها في هاد 2 فيديوهات اللي طالعين لكم دابا على الشاشة. كملوا المشاهدة باش تجمعوا كاع الخيوط وتفهموا الصورة كاملة. نتلاقاو في الفيديو الجاي، تهلاو في راسكم.